السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ومكملين مع بعض سلسلة فيديوهات المنهج التعليمية. والنهاردة عندنا جرامر مهم جدا جدا من منهج الصف الرابع الابتدائي جريد 4 من يونت 3 مقارنة الصفات. القاعدة دي مهمة جدا جدا ومفيش امتحان بيخلو منها. يا ريت نسمع الفيديو لحد الآخر، ولو أول مرة بنشوف الفيديو على البيج بتاعتنا ننزل ونعمل فولو ونعمل لايك واشتراك وسبسكرايب للقناة. بسيب لكم لينك القناة اللي فيها حل الاختبارات على منهج الصف الرابع والخامس والسادس في أول كومنت عندنا تحت في صندوق الوصف. أول حاجة تعالوا نشوف مع بعض لما نقارن ما بين شخصين بنعمل ايه. اول حاجه لما اقارن ما بين شخصين، المقارنه عندي مقارنه الصفات اللي هي comparative adjectives، اللي هي مقارنه الصفات ما بين شخصين او شيئين. بنعمل ايه؟ بنجيب الصفه ونحط بعد منها ER. لما بقارن بين اتنين في صفه معينه او من الصفات القصيره بنعمل لها ايه بقى؟ بنجيب الصفه وبنحط لها ER وبعد منها بحط كلمه than. يعني ايه يا مس؟ يعني لما اقارن بين اتنين مثلا في صفه معينه، سواء كان احمد اطول من محمد، فبقول احمد is، وبعمل ايه بعد كده؟ بجيب الادجكتيفز اللي هي الصفه وبحط لها ER وبعدين بنحط لها than. احمد is taller than عمرو. احمد is taller than. احنا ايه اللي عملناه هنا؟ المقارنه بين مين ومين؟ المقارنه between two pupils، طالبين عندي في الفصل مثلا، فبقول احمد اطول من عمرو. طيب عملنا ايه للصفه لما نيجي نقارن ما بين شخصين؟ بنحط للصفه ER وبعد منها than. دي في حاله لو الصفه short، لو الصفه دي من الصفات القصيره. يعني ايه مثل صفات قصيره؟ يعني عدد المقاطع بتاعتها قليله، بتتكون من مقطع واحد بس. لكن لما تكون اكتر من مقطع فدي ليها حل، ليها يعني قاعده تانية بنلتزم بيها. يبقى انا عندي كلمه tall دي طبعا من الشورت ادجكتيفز اللي هي الصفات القصيره، فلما بقارن ما بين اتنين في صفه قصيره بنحط لها ER وبعدين بنحط كلمه than. تعالوا نشوفوا معنى كلمه than اللي هي اطول من. يبقى احمد is taller than عمرو، احمد اطول من. الصفه عندي هنا كلمه tall، عملنا لها ايه بقى عشان ندخلها في صيغه المقارنه؟ حطينا للصفه ER وبعد منها than، بقت معايا احمد is taller than عمرو، احمد اطول من عمرو. سنس نمبر 2، الجمله الثانيه بقارن between اميره and سما. اميره وسما في صيغه ايه؟ في صفه ايه؟ في صفه السرعه. بقول اميره is faster than سما. عملنا ايه هنا للصفه؟ صفه عندي كلمه fast اللي هي بمعنى سريع، عملنا لها ايه؟ حطينا للصفه ER وبعد منها حطينا كلمه than اللي هي اسرع. فصفة المقارنة هنا معايا كلمة fast اللي هي بمعنى سريع. لما نيجي نقارن ما بين اتنين بحط للادجكتيف ER وبعدين بحط منها كلمة than. أميرة is faster than سما، أميرة أسرع من سما. سنس نمبر 3، أنا هنا بقارن ما بين علي وما بين هاني في صفة إيه؟ في صفة القصر. بقول علي أقصر من هاني. الصفة معايا عندي كلمة short بمعنى قصير. طب أنا لما أجي أقارن ما بين اتنين هعمل إيه للصفة؟ هحط لها ER وبعدين هحط لها كلمة than. هقول علي is shorter than هاني. كل اللي عملناه إن إحنا جبنا الصفة الادجكتيف وبعدين حطينا لها ER عشان دي مقارنة between two، ما بين اتنين، وحطينا بعد منها كلمة than. علي is shorter than هاني. علي is shorter than هاني. الصفة عندي هنا short، لما نقارن ما بين اتنين حطينا لها ER. تعالوا نشوف sentence number 4. رنا is younger than. يا رنا أصغر من هنا. رنا is younger than هنا. young صيغة المقارنة أو adjective اللي أنا مستخدمها young بمعنى صغير، فهنا بقول رنا أصغر من هنا. اللي عملناه إيه هنا؟ جبنا الادجكتيف الصفة حطينا لها ER وبعد منها than. رنا is younger than هنا، رنا أصغر من هنا. تعالوا نشوف آخر مثال معانا من المنهج. The fennec fox is smaller than. fennec fox اللي هو طبعا ثعلب الصحراء الفينيك أصغر من giraffe. The fennec fox is smaller than the giraffe. إن الفينيك فوكس أصغر من الجراف اللي هي الزرافة. دي كانت أول جزئية معايا في الجرامر، اللي هي لو بقارن ما بين اتنين بجيب الصفة وبعد منها بحط لها ER وبعدها بحط كلمة than بمعنى من. زي أحمد is taller than، أحمد أطول من. tall اللي هي الادجكتيف الصفة حطينا لها ER وبعد منها than. دي كانت أول جزئية معايا في الجرامر من مقارنة الصفات. تعالوا نشوف تاني جزئية. طب أنا دلوقتي لو عايزة أقارن ما بين شخص ومجموعة هعملها ازاي او هظبط الجمله بتاعتي ازاي؟ كل اللي هعمله ان هجيب كلمه ذا قبل الصفه
وبعد منها بعد ما بنجيب كلمة ذا بنجيب الصفة وبنضيف للصفة EST، ودي في حالة الصفات الشورت. يعني ايه صفة شورت يا مس؟ يعني صفة قصيرة بتتكون معايا من مقطع واحد بس. لكن لو الصفة عندي طويلة بنستخدم لها رول تانية خالص، قاعدة تانية خالص. خليكم معايا لآخر الفيديو عشان نفهم كل صغيرة وكبيرة في الجرامر دي، لأنها من أهم جرامر جريد 4 منهج الصف الرابع. طيب أنا عندي دلوقتي لو عايزة أقارن وعايزة أقول إن أحمد ده هو أطول ولد في الفصل أو أطول ولد في عائلته، هقولها إزاي؟ أحمد is the، يبقى إحنا كده بنعمل إيه؟ أول حاجة لو هقارن ما بين شخص ومجموعة هجيب the وبعد منها الادجكتيف اللي هي الصفة، وبعدين بحط للصفة نفسها est. هتبقى معايا الجملة ازاي؟ أحمد is the tallest boy in his family. أحمد هو أطول ولد في عائلته. عملنا ايه؟ جبنا قبل الادجكتيف اللي هي الصفة tall جبنا قبلها ذا وحطينا للصفة نفسها est، فبقت الجملة معايا ازاي؟ أحمد is the tallest boy in his family. أحمد هو أطول ولد في عائلته. Sentence number 2. عمرو is the strongest boy. strongest boy، كلمة strong بمعنى قوي. كده أنا بقارن بين مين؟ بقارن بين عمرو والفصل كله. بقول ده عمرو ده هو أقوى ولد في الفصل كله. عمرو is the strongest boy. strongest صفة هنا عندي كلمة strong، ودي صفة من الصفات القصيرة بتكون معايا من مقطع واحد بس، وبضيف لها est لما أقارن ما بين شخص ومجموعة. طب أنا لو عايزة أقارن بين عمرو وأحمد أقول عمرو أقوى من أحمد، هقولها إزاي؟ هقول عمرو is stronger than. إحنا قلنا لما بقارن ما بين اتنين بنحط للصفة er، لما بقارن ما بين شخص ومجموعة بجيب ذا قبل الادجكتيف الصفة وبعدين بحط للصفة est. فالجملة هنا معايا هتبقى عمرو is the strongest boy in the class. عمرو هو أقوى ولد فين؟ في الفصل كله. Sentence number 3. رامي is the fastest boy. أنا دلوقتي بقارن بين رامي وهو والمدرسة كلها، بقول رامي هو أسرع ولد على المدرسة كلها أو أسرع ولد في المدرسة كلها. رامي is the fastest boy. عملنا إيه عشان نقارن ما بين شخص ومجموعة؟ حطينا للصفة est وقبل الادجكتيف نفسها قبل الصفة حطينا كلمة ذا. يبقى معايا الجملة ازاي؟ رامي is the fastest boy in the school. رامي هو أسرع ولد في المدرسة. تعالوا نشوف sentence number 4. The elephant is the biggest animal on land. الفيل هو أكبر الحيوانات على الأرض. احنا هنا استخدمنا الصفة big ودي من الصفات القصيرة فبنجيب قبلها ذا، وعندي كلمة big منتهية معايا بحرف ساكن مسبق بحرف متحرك، فأنا بضاعف حرف الجي هنا the biggest animal. عملنا ايه هنا للصفة؟ حطينا لها est وضاعفنا حرف الجي لأن الصفة هنا منتهية معايا بساكن مسبق بمتحرك، فبضاعف الحرف الأخير فبقت معايا the biggest animal. the elephant اللي هي الفيل هو أكبر الحيوانات. the elephant is the biggest animal. حطينا قبل الصفة ذا وبعد الصفة حطينا لها أضفنا لها est، والصفة دي عشان منتهية معايا بحرف consonant مسبق بحرف متحرك فأضعفنا حرف الجي فبقت معايا the biggest animal on land هو أكبر الحيوانات على الأرض. دي كانت السكند رول أو القاعدة الثانية أو الحالة الثانية من مقارنة الصفات. تعالوا نشوفوا الحالة الثالثة بقى. لو أنا عندي long adjectives اللي هي الصفات الطويلة، مالها بقى الصفات الطويلة؟ احنا بدل ما بنضيف للصفة ER أو EST في صيغة المقارنة بين شخصين أو شخص ومجموعة، لا، في حالة الصفات الطويلة بنعمل إيه؟ بنجيب أول حاجة الاسم اللي هو الحاجة اللي إحنا هنتكلم عنها أو داخلة معانا في صيغة المقارنة، وبعدين بجيب كلمة ذا، ويا إما هستخدم قبل الصفة كلمة most ويا إما least، يا إما most يا إما least. عندي كلمة most بمعنى الأكثر وليست بمعنى الأقل. يعني إيه يا مس الكلام ده؟ يعني إحنا دلوقتي هنقارن ما بين مثلا الطائر من حيث إن هو الأكثر جمالا أو الأقل جمالا، هنقول الأكثر بمعنى the most. طب الأقل the least، وبعدين بنحط الصفة زي ما هي، ما بنزود لهاش أي حاجة. هي الصفة طويلة بتكون معاه من كذا مقطع زي beautiful، تمام كده. فالصفة هنا عندي طويلة فما ينفعش احط لها انا بقى مقطع تاني ER او EST. فاحنا عملنا ايه؟ حليناها ازاي الجزئية دي؟ جبنا قبلها the most or the least، يا اما الاكثر يا اما الاقل. تعالوا نشوف الجملة بتاعتنا. the bird is the least beautiful bird. this bird يعني انا بشاور على طائر معين بقول الطائر ده هو الاقل جمالا من الطيور كلها.
this bird is the least beautiful bird. the least beautiful bird يعني هو الطائر الأقل جمالا. يبقى عملنا إيه هنا؟ جبنا الاسم وبعدين جبنا ذا، وبعدين يا إما هنحط كلمة الأكثر اللي هي the most، يا إما هنحط الأقل اللي هي least، وبعد كده بحط الادجكتيف زي ما هي. كلمة beautiful هنا ما ضفنا لهاش أي حاجة، إحنا جايبين قبلها the least بمعنى الأقل جمالا. This bird is the least beautiful bird. هذا الطائر هو الطائر الأقل جمالا. Since number 2 The snake is the most dangerous animal. أنا دلوقتي بتكلم على الثعبان إنه هو أخطر الحيوانات. كلمة dangerous طبعا الكلمة دي عندي long adjective اللي هي صفة من الصفات الطويلة، فما ينفعش أنا أضيف لها بقى ER أو EST لما بقارن ما بينها وما بين مثلا اتنين أو ما بين حاجة ومجموعة. ما ينفعش أنا أضيف للصفة اللونج الصفة الطويلة اللي هي بتتكون معايا من كذا مقطع أضيف لها ER أو EST. فالحل إن إحنا بنجيب قبلها يا إما the most or the least. هنقول the snake is the most dangerous animal. الثعبان هو أكثر الحيوانات خطورة. يبقى كلمة the most dangerous هو الأكثر خطورة. the most dangerous. تعالوا نشوف sense number 3. The rose is the most beautiful flower. الوردة هي الأكثر جمالا في الورود كلها. The rose is the most beautiful. هنا كلمة beautiful من الصفات الطويلة ما ينفعش نجيب معاها ER وما ينفعش أجيب معاها EST، فحطينا قبلها يا إما the most يا إما the least. the most بمعنى الأكثر جمالا. تعالوا نشوف معايا آخر مثال. The sunflower is the least beautiful flower. sunflower هي زهرة عباد الشمس. The sunflower is the least beautiful flower. الجملة دي معناها إن زهرة عباد الشمس هي أقل الورود جمالا. The least beautiful flower هي أقل الورود جمالا. كده إحنا شرحنا النهاردة، اتكلمنا عن جميع حالات صيغة المقارنة من منهج الصف الرابع الابتدائي. كنت مع مس أميرة انجلش فور اول جرامر. ثانك يو اند جود باي. ولو أول مرة بنشوف الفيديو على البيج بتاعتنا ننزل ونعمل فولو واشتراك سبسكرايب للقناة بتاعتنا.